السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم الله بتحية الإسلام. معكم أخوكم الراقي الجزائري هاني. أردنا اليوم أن نفتح هذا الموضوع، وهذا الموضوع بكل اختصار في مجال الرقية الشرعية والعلوم الروحانية. اليوم أردنا أن نتكلم على صنف من أصناف أشباه الرقاة، وهم الروحانيين الذين انتشروا في هذه الآونة الأخيرة وفي تأخيرة الزمان. الله عز وجل كما قال في القرآن، وورد في القرآن في هذه الآيات، قال: فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فريقا حقت عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أردنا اليوم أن نتكلم على هذا الصنف من الروحانيين. الروحانيين هم ينتمون إلى السحر والشعوذة والشرك بالله وإلى آخره. وهذا الصنف من الروحانيين هم أخطر من السحرة، لأن هذا الصنف من الروحانيين يتخفون بالكتاب، بالقرآن والصلاة والالتزام والقيام وإلى آخره. أولا، هذه الأعمال الذي يقوم بها الروحانيين الذين يسمون بأنفسهم الروحانيين. الروحانيين يكتبون القرآن بالدماء والنجاسات، بالدم الحيض والنجاسات وإلى آخره، ينجسون كلام الله عز وجل. والشياطين لا تخدم هذا الروحاني الذي ينتمي إلى السحر والشعوذة بدون أن يخالف شرع الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال: كتاب لا يمسه إلا المطهرون. يعني كتاب لا يمسه إلا المطهرون. هذه آية من آيات الله عز وجل. يعني هذا كتاب الله القرآن العظيم لا يمسه الإنسان إلا أن يكون على طهارة أو وضوء. يعني لا يجوز أن الإنسان ينجس كلام الله عز وجل أو يكتبه بالنجاسات، ولا يمس الإنسان كتاب الله عز وجل عندما يكون على جنابه وإلى آخره. ماذا تعمل الشياطين؟ الشياطين لا تخدم الساحر بدون مخالفة الشرع الذي أتى به الله عز وجل ورسوله. ماذا يكتب هذا الروحانيين؟ يكتبون القرآن بالدم والنجاسات، ينجسون كلام الله عز وجل. ويوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس ولا ينجس. هذه الحجة البالغة. الناس الذين لا يفقهون في الدين ولا في الكتاب ولا في السنة ماذا يعملون؟ عندما يرون هذه الأشياء التي تقدم لهم من طرف الروحانيين عن الأحجبة، والأحجبة هذه مكتوبة بالقرآن سواء آيات أو صور، يغترون بهذه الأشياء، يقولون إن هذا كلام الله عز وجل، هذا قرآن وليس محرف، اقرأ القرآن. نعم، نحن نعلم ونعي أنه قرآن، لكن مصدر هذا القرآن المكتوب بالدماء أو مكتوب بالنجاسات، هل يعلم هذا الإنسان أنه هذا قرآن مكتوب بالدم منجس أو دم الحيض وإلى آخره؟ وفي الشرع لا يجوز، وفي الشرع لا يجوز، لأن الشياطين لا تخدم هذا الإنسان بدون لأن الشياطين لا تخدم هذا الإنسان الساحر أو الروحاني بدون أن يتقدم بطقوس تخالف شرع الله وترضي الشيطان. هذه الأولى، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، عندما يزعم هذا الروحاني أنه سيجلب لهذا الإنسان الرزق، أنه سيساعد هذا الإنسان في الرزق، يعني يعمل له حجاب، وهذا الحجاب راح يعاونه في المحلات أو في يجلب الناس وإلى آخره في الرزق. نعم يستطيع، لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال للشيطان، لإبليس عندما طرده من الجنة، ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ شاركهم، اسمع يا أخي ويا أختي، ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية؟ ركز: شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ماذا قال الله عز وجل؟ شاركهم عندما طرد إبليس الملعون ووعده، قال الله: شاركه في الأموال وفي الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعندما يزعم هذا الإنسان الروحاني أنه يجلب هذا الإنسان، يعمل مثلا المرأة، يعمل لها طقوس، دوك نجيب لك هذا الإنسان ولا نرجعوا كما يقولوا نزيدوا في الإرادة الجنسية تاعو ولا نهيجوا عليك وإلى آخره. الله عز وجل هذه الأشياء محرمة في كتابه، لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟
في هذه الآية يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دوك انت هذا الانسان كي تروح عنده هذه المراه او هذا الرجل ويزيد في الاراده الجنسيه تاعو وفي الشهوه تاعو او في الرغبه الجنسيه، ماذا يعني؟ هذا امر ورد الشيطان، هذا امر ورد الشيطان في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل يريد الله ان يتوب عليكم ويريد الذين ان يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوارهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لا يأمر بالفحشاء. عندما أنت تريد هذا الإنسان أن تعمل له طقوس الزنا والفواحش، وهذا الشرع لا ينطبق مع الدين الذي آتى به الله عز وجل. يعني هذا الروحاني رغم أنه يصلي أو يلتزم أو يكتب الآيات ليس على حق. الإنسان الذي يعلم ويتدبر في آيات الله عز وجل وفي كتابه وفي شرعه يعلم هذا الإنسان مخالف لشرع الله عز وجل، لا يخطر به هذه الأشياء. وهذا الصنف من الروحانيين يجب الإنسان على الأقل أن ينصح هذا الصنف. إذا علم هذا الصنف أنه ينتمي هذه الأشياء من الروحانيين على الأقل ينصح هذا الصنف، لأن هذا الصنف يمشي إلى المساجد ويصلي ويذهب إلى الحج وإلى آخره، لكن هذا الصنف يظنون أنهم على حق وأنهم ليسوا على حق، لأن الحق يوجد في كتاب الله عز وجل في كلامه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه فردوه لله وللرسول. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.